خلال الأيام التي تعرف برودة الطقس يتجه عدد كبير من الجزائريين إلى المطاعم التقليدية التي تقدم وجبات ساخنة معروفة ومشهورة عند الجزائريين كطبق اللوبيا. تفاصيل الموضوع مع طارق دريدي وصفوان أحمد عيسي. الكل ينتظر دوره لتناول وجبة اللوبيا في هذا المحل المتواضع. محمد وصديقه من بين الكثيرين من الأشخاص الذين لا يفوتون فرصة لتناول اللوبيا في موسم البرد. بالنسبه للوبيا هذو كاع لي ليغوم ساك ملاحهم يقول لك في الفتره نتاع الشتاء، خاطر يقولوا احنا هذه من العادات نتاعنا، يقولوا بلي تسخن الانسان شويه تدفيه وتجيب الحمان لا حتى الثمن يعني منطقي ومعقول، يعني يساعد يعني الموظف البسيط العادي الانسان. كثير من الأشخاص يتناولونها في الساعات الأولى من الصباح الباكر، وحتى من هو في عجلة من أمره يتناول طبقه خارج المطعم لعدم وجود أماكن، فالكل هنا يتلذذ بهذه الوجبة. ياكل لوبيا ويقدر يزيد الدفيه كما في البرد، الدفيه لوبيا من افضل من ساندويتش. لوبيا باينه تشبع الانسان وتسخن الانسان والسعر معقول. 5 دي ماتين ديماري ولا هنا 5 نبداو نصرفوا كاع اللي يجوا الزباين تاعنا كاع يجوا هنا 5 دي ماتين. لي روتي اللي يجوا هنا يخدموا لي ترونسبور اللي رايحين كما نقولوا رايحين بعيد. مع دخول موسم البرد تعرف هذه المطاعم إقبالا منقطع النظير من قبل الكثيرين، خاصة ذوي الدخل المحدود، كون الطبق المقدم يتوافق وميزانية الأغلبية.